يا صباح الخير عليكم من قطعة 25 يعني الباشمهندس عماد شنودة. مركز معايا يا باشمهندس. طبعا احنا زرعنا خلال قبل العيد على طول مباشرة. نغسل ايدينا الاول بالمية. تعال نكمل يا ابراهيم بقى. طبعا المي شغال في القطعة. شايفين التجوير ما شاء الله. ازاي العيد. دي قطعة الباشمهندس عماد شنودة 5 فدان، يعني 300 نخلة مجدول ما شاء الله. النخل البرامج التسميد ماشية بشكل قوي جدا. احنا دي صوت رشاشات المايه اللي احنا سامعينها. قدم يا ابراهيم. طبعا التجوير ما شاء الله، يعني في قطعه طبعا لسه ما اتجورتش وفي قطعه تم تجويرها بالكامل زي ما احنا شايفين. القطعه بيحدها من اليمين والشمال. هو دي قطعه مميزه فيها 4 طرق من كل الاتجاهات، وطبعا الطرق مش بتاعه المستثمر، الطرق بتاعه الشركه، لان المستثمر بياخد 21,000 متر صافي، يعني الفدان 4200 متر صافي. تمام. دي قطعه بشكل عام من الاول للاخر يا ابراهيم. ان شاء الله خلال 2.5 3 سنين بالكتير تيجي زي ما انت جيت معانا وحصدت التمر عندنا من المزارع التانية، هتحصد من ارضك ان شاء الله. حلمك اللي انت عافرت عليه، طبعا اتاخرنا عليك 2 3 بس انت كنت مطمن لان انت كنت بتشوف العمل شغال بقوه. ولما جيت هنا حضرتك من 8 شهور او 9 شهور كانت الارض دي صحراء فاضيه. دفعت الفلوس كاش وقلت انا مؤمن باللي انتوا بتعملوه وانا مصدقك يا محمد يا جمال. قلت له صدق ربنا وصدق، يعني طول ما احنا شغالين صح راقب علينا وصدقنا لان احنا نوايانا خير. وجيت حضرتك تمام قبل العيد مباشره. انا باجي اتفاجئ بيك في المزرعه لان دي ارضك، يعني دي ارضك واحنا بقينا مؤتمنين عليها. بتقول لي اخبار الزراعه، اقول له اطلع شوف الارض، شوف العمال، شوف المهندسين، شوف الادارات الفنيه، اتعامل على ان دي ارضك واتعامل على ان الموظفين دول بتوعك. اسالهم على كل ما يخص ارضك، مش هتلاقي حد يقول لك يميع عليك في معلومه، لان انت واقف في ارضك واحنا كشركه بندير لك الارض بتاعتك.